المشاهدون الأكارم سعدتم أوقاتا وكل عام وأنتم بخير بحلول عيد الفصح المجيد. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. سفير إريتريا في جنوب السودان يلتقي عدد من مسؤولي جنوب السودان. بدء خدمات طب العيون في تسنى يسهم في تفادي هدر الوقت والتكاليف الباهظة. مكتب الزراعة والمزارعون في سجنيتي يستعدون للخريف القادم. برلمان النيجر يوافق بالأغلبية على انتشار قوات أجنبية في البلاد. إسرائيل تغلق معبر إيريز مع غزة ردا على الهجمات الصاروخية. والاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق تاريخي يستهدف المعلومات المضللة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. التقى سفير إريتريا في جنوب السودان السيد يوحنس تخلي ميكائيل في 20 و21 من أبريل مع وزير الشؤون الخارجية ووزير العقارات والأراضي وكذلك وزير التعليم في إقليم إيكاتوريال الأوسط بجمهورية جنوب السودان، وبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الإقليمي. وذكر سعادة السفير يوحنس في لقائه مع وزير الخارجية مايك أيو دينغ العلاقات الإريتريا الجنوب السودانية التاريخية، موضحا أهمية التنسيق الإقليمي والشراكة والسلام والازدهار الإقليمي والقاري، مما يلزم ذلك الدول العمل المضاعف في هذا المجال. وأشاد الوزير مايك أيو دينغ بدعم الحكومة والشعب الإريتري لحكومة وشعب جنوب السودان، مؤكدا الرغبة والإرادة القويتين لتطوير هذه العلاقة الأخوية إلى التنسيق الاقتصادي والشراكة. وذكر الوزير مايك أن التنسيق الإقليمي خيار لا يعوض، لذلك على دول القارة الإفريقية وخاصة دول شرق إفريقيا توحيد المواقف والمفاهيم الجماعية في المحافل الدولية والإقليمية. في غضون ذلك التقى سعادة السفير يوحنس بوزيرة العقارات والأراضي السيدة فلورو غابرييل لورا، وبحثا المواضيع التي تهم الطرفين وخاصة أنشطة الجالية الإريترية. وشهدت الوزيرة فلورو دور الإريتريين في إعادة الإعمار والتطور الاقتصادي لجمهورية جنوب السودان، مؤكدة سعيها الحثيث لتلبية طلباتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما التقى السفير يوحنس بوزير التعليم في إقليم إيكاتوريال الأوسط بجمهورية جنوب السودان السيد كريستو زكريا لادو، وبحث في مواضيع مماثلة حسب ما أفادت السفارة الإريترية في جنوب السودان. أفاد سكان مدن تسني وقلوج وهيكوتا بأن خدمات طب العيون التي بدأت في عيادة تسني ساعدتهم في دفع منصرفات باهظة ومتاعب أخرى. وأوضحوا بأنهم كانوا يسافرون إلى بارنتو وأسمرا للحصول على خدمات طب العيون نتيجة لعدم وجود مؤسسة صحية في المنطقة، مما كان يتسبب ذلك لخسائر مالية وهدر الوقت، مشيرين إلى انتفاء المشاكل جراء بدء خدمات طب العيون النشطة في عيادة تسني. وذكر مسؤول العيادة السيد برهي حدقو أن خدمات العيون بدأت في عام 2016، ومع وجود كادر كفؤ وتوفر أدوية كافية تساعد في علاج غالبية أمراض العيون وتحويل أمراض العيون المستعصية إلى مستشفى بارنتو المرجعي. وقال مسؤول خدمات طب العيون الشاب مدهني إن مناخ المنطقة المشمس وكثير الرياح يساهم في الإصابة بأمراض بصرية مختلفة، إلا أن أكثر الأمراض المنتشرة هي أمراض زرقة العين والالتهابات وغيرها من الأمراض، وتجري إسعافات أولية عاجلة لتلك الأمراض. وأشار الشاب مدهني إلى استئناف عملية توزيع النظارات الطبية، موصيا الأشخاص الذين يتعرضوا بإصابات عيون متنوعة بأي كان من الأسباب الإسراع إلى المستشفى تفاديا للأضرار البالغة.
وذكر الشاب مدهني المواطنين إجراء فحوصات العيون مرة على الأقل في السنة، وعلى مرضى السكري وأصحاب أمراض بصرية مزمنة القيام بمتابعة منتظمة، وعلى سكان المنطقة استخدام النظارات مدركين مناخ المنطقة. تجري أنشطة تنموية منتظمة عن طريق مكتب الزراعة والمزارعين في مديرية سجنيتي لاكتمال الاستعدادات للخريف جيدا. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد إياسو أسفاو تهيئة 7500 هكتار من الحقول الزراعية بالثيران والجرارات الزراعية، وتجهيز بذور القمح والذرة الشامية وزيت الخردل والبطاطس المحسنة بأسعار زهيدة. وقد أنجزت الحملات التوعية والبرامج الموضوعة للتنفيذ فيما يتعلق بالحفاظ على التربة والمياه ودورها الأساسي في مضاعفة الإنتاجية. أنجزت 5000 متر من المساطب وحواجز مائية بطول 1510 متر مكعب في الحقول الزراعية، و1500 متر من المدرجات القنواتية، و200 متر من الحواجز المائية في مواقع مساقط المياه، وكذلك 500 متر من قنوات السيول التحويلية في مختلف مناطق المديرية. وذكر سيد إياسو أن المزارعين يستزيدون المعارف الزراعية بالذهاب إلى مختلف نقاط المهنيين الزراعيين، مناشدا إياهم بذل مساعي حثيثة لحصاد وفير. وأوضح المزارعون تهيئة أراضيهم الزراعية جيدا وينتظرون الأمطار، مناشدين وزارة الزراعة الرد على طلباتهم في أوانها. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أقر برلمان النيجر بالأقليمية نصا يسمح بأن تنتشر في البلاد قوات أجنبية ولا سيما فرنسية لمحاربة الجهاديين. وأكد رئيس الوزراء هومودو محمدو أن نسج شركات جديدة لا يمس بأي شكل من الأشكال بسياستنا وعلى ترابنا الوطني. وأضاف أن النص يؤكد بشكل لا لبس فيه أن بلدنا منفتح على إبرام تحالفات ضد الجهاديين، مذكرا بأن النيجر شبه مطوقة بالجماعات المسلحة الإرهابية. وكانت نتيجة التصويت شبه محسومة، إذ إن الحزب الحاكم بقيادة الرئيس محمد بازوم يتمتع بأغلبية 135 نائبا من أصل 166 يتألف منهم مجلس النواب. وأعلنت فرنسا وشركائها الأوروبيون عزمهم على سحب قواتهم من مالي بسبب العراقيل الكثيرة التي يضعها المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد. لكن باريس تريد أن تظل حاضرة في منطقة الساحل، وهي تعمل مع الدول المجاورة في خليج غينيا وغرب أفريقيا لمكافحة الجهاديين. أعلنت إسرائيل أنها تغلق معبر إيريز بيت حانون، معبرها الوحيد مع قطاع غزة للعمال، اعتبارا من الأحد بعد ما أطلق ناشطون فلسطينيون 3 صواريخ. وإيريز هو المعبر الوحيد للأفراد بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية، ويخضع القطاع الفقير الذي تحده مصر والبحر المتوسط وإسرائيل لحصار إسرائيل منذ أكثر من 15 عاما. وقال مكتب المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق المكلفة بشؤون الأراضي الفلسطينية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، قال إن قرار إعادة فتح المعبر ستتم دراسته وفقا لتقييم الأوضاع. وأطلق صاروخان من قطاع غزة الذي يخضع لسيطرة حماس باتجاه إسرائيل، سقط أحدهما في حقل في الأراضي الإسرائيلية والثاني بالقرب من منزل في القطاع الفلسطيني. توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي يستهدف خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمحتويات الضارة الأخرى الموجودة على شبكة الإنترنت.
وسيجير القانون شركات التكنولوجيا الكبرى على مراقبة نفسها بشكل أكثر صرامة، ويسهل على المستخدمين الإبلاغ عن المشكلات، ويمكن الاتفاق المنظمين من معاقبة الشركات غير المتمثلة بغرامات تقدر بالمليارات. ويركز الاتفاق على قواعد جديدة تتطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها ودفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها. وجاء الاتفاق بعد مفاوضات استغرقت 16 ساعة. وتواجه الشركات بموجب قانون الخدمات الرقمية غرامات تصل إلى 6% من إجمالي عملياتها على مستوى العالم لانتهاك القواعد، بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظرها من ممارسة أعمالها في الاتحاد الأوروبي. الخبر الأخير في هذه النشرة: دخل رجل يبلغ من العمر 100 عام من مدينة بروسكي بجنوب البرازيل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لعمله لأطول فترة في نفس الشركة طيلة 84 عاما. وتفصيلا، عمل والتر أورثمان في شركة الأقمشة منذ عام 1938 أي لمدة 84 عاما وحتى الآن، وتدرج بالمناصب حتى استلم منصب مدير المبيعات، وهذه أطول فترة عمل في شركة واحدة لشخص في العالم. واحتفل أورثمان ببلوغه 100 عام من العمر، وفي الوقت نفسه يتسلم شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية وسط أقاربه وزملاء العمل الذين احتفوا به وأحبوه معه ذكريات بادية عمله. ونصح أورثمان خلال تقرير تلفزيوني الأشخاص بحب العمل وأن يتمتعوا بالروح القتالية، مطالبا الجميع بالعمل في المجال الذي يحبه الشخص. ختام النشرة إليكم أهم ما جاء فيها. سفير إريتريا في جنوب السودان يلتقي عدد من مسؤولي جنوب السودان. بدء خدمات طب العيون في تسنى يسهم في تفادي هدر الوقت والتكاليف الباهظة. مكتب الزراعة والمزارعين في تساغانيتي يستعدون للخريف. برلمان النيجر يوافق بالأغلبية على انتشار قوات أجنبية في البلاد. إسرائيل تغلق معبر إيريز مع غزة ردا على الهجمات الصاروخية. والاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق تاريخي يستهدف المعلومات المضللة. انتهت النشرة، وشكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ومرة أخرى كل عام وأنتم بألف خير. ሰላም ካሳይ ካው ዮሐና ዝብሎ ዘለና